عمرك حسيت إن في حد بيأثر عليك بس من غير ما يبان إنه بيضغط عليك؟ في حيل نفسية بتستخدم حوالينا كل يوم، وأحياناً بنقع فيها من غير ما ناخد بالنا. الحيل دي مش دايماً بتكون واضحة أو مباشرة، ممكن تيجي في شكل كلام لطيف أو صمت طويل أو إحساس مفاجئ بالذنب. ومن أشهر الحيل دي إن شخص يخليك تحس إنك غلطان حتى لو أنت مش غلطان. بدل ما يناقش الفكرة يبدأ يقلب الموضوع عليك، يقولك أنت حساس زيادة، أو أنت فهمتني غلط، أو أنت دايما بتكبر المواضيع. وهنا بدل ما تركز في اللي حصل تبدأ تشك في إحساسك. وفي حيلة تانية اسمها اللعب على الذنب. الشخص يطلب منك حاجة، ولو رفضت يحسسك إنك أناني أو قاسي. ممكن يقولك ماشي براحتك، أنا كنت فاكر إني مهم عندك. الجملة دي شكلها بسيط، لكنها بتحط عليك ضغط عاطفي كبير. وفيه ناس بتستخدم الصمت كسلاح، مش صمت عادي عشان يهدوا، لأ، صمت هدفه يعاقبك ويخليك تجري تراضيهم. تفضل تسأل أنت زعلان؟ أنا عملت إيه؟ طب كلمني بس. وهو ساكت عشان يخليك تحت ضغط. وفي حيلة تانية، وهي المدح الزائد في الأول عشان يفتح دفاعاتك. الشخص يمدحك جامد، يخليك تحس إنك مميز، وبعدها يبدأ يطلب منك حاجات أنت مش مرتاح لها. وساعتها بتبقى خايف ترفض عشان ما تخسرش الصورة الحلوة اللي رسمها لك. وفي كمان حيلة المقارنة. لما حد يقولك فلان عمل كده عادي، أنت ليه مش قادر؟ هنا هو مش بيشجعك، هو بيضغط عليك من باب الإحراج. وفي ناس بتستخدم الاستعجال عشان تمنعك تفكر، يقولك لازم ترد دلوقتي، أو الفرصة دي مش هتتكرر. والهدف إنك تاخد قرار وإنت متوتر، مش وإنت واعي. وفي حيلة أخطر، إن الشخص يديك اهتمام كبير جدا في الأول، وبعدها يسحبه فجأة، فتبدأ أنت تجري ورا نفس الإحساس القديم وتحاول ترجع الاهتمام بأي طريقة. المشكلة إن الحيل دي مش دايما بيستخدمها ناس أشرار بوضوح. أحيانا ناس عادية بتستخدمها لأنها تعودت تكسب بالكلام والضغط بدل الوضوح. عشان كده أهم حماية ليك إنك تلاحظ إحساسك بعد الكلام. لو كل مرة بتطلع من الحوار حاسس بالذنب أو الشك أو الخوف من الرفض، اسأل نفسك، هل أنا بتناقش ولا بتساء؟ الوعي بالحيلة مش معناه إنك تهاجم الناس، معناه إنك تبقى صاحي لحدودك. لأن أخطر تأثير نفسي مش اللي بيجبرك بالقوة، ده اللي يخليك تفتكر إن القرار كان قرارك. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد عن علم النفس.